أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. عنوان الحلقة النهاردة هو العزلة. هنتكلم في الحلقة دي عن 3 أسئلة جم في دماغي وأنا بفكر في الموضوع. أول سؤال هو هل هي حاجة سهلة إنك تقعد لوحدك ولا لأ؟ تاني حاجة هو إيه تأثير الدوشة على تفكيرنا؟ آخر سؤال هو ليه بنحتاج نقعد لوحدنا من وقت للتاني؟ العزلة في مسماها هي شيء مخيف. أصل ليه حد ممكن يبقى حابب يقعد لوحده؟ ممكن يبقى باختياره أو ممكن يبقى غصب عنه. فسواء باختيارك أو غصب عنك، هل العزلة دي شيء سهل ولا لأ؟ وليه؟ مبدئيا كده الإجابة هي لأ. مش سهل أبدا إنك تواجه نفسك وحياتك كلها بمشاكلها وحتى بالحلو اللي فيها، علشان في الغالب كلنا عندنا مشاكلنا اللي بنهرب منها، فبنلجأ ساعتها لدوشة الحياة علشان تشغلنا. ففي ناس بتحب تشغل نفسها في شغل أو خروجات لمجرد إنها تتناسى مشاكلها الحقيقية، فبالتالي الحل الأسهل على دماغنا هو الهروب. عقلنا مش بيبذل مجهود كبير علشان يفضل متشتت، عكس المجهود الجبار اللي هتحتاجه علشان تواجه مشاكلك اللي بالتبعية هتحاول تلاقي لها حلول. وبالمناسبة يمكن المشاكل دي ملهاش حلول أصلا، بس انت مش مستوعب الفكرة أو لسه مش متقبل. فالاختيار الأسهل هنا هو الدوشة. أنا كمهند من أنصار المواجهة، بس فعلا في أوقات بيبقى ما ينفعش فيها غير الهروب من الواقع للعالم اللي انت بتخلقه بالدوشة دي أيا كان ايه شكلها. أنا عادي لسه مش مستوعب اللي حصل، فهعمل ايه يعني؟ بس بيبقى في مشكلة هنا، إن كل ما الفترة دي بتطول كل ما المواجهة اللي أنا بعتبرها حتمية بتبقى أصعب. أنا اللي بيساعدني شوية فكرة إن من وقت للتاني بفكر نفسي كده اللي هو خلي بالك ده في 1 2 3، وده اللي ساعدني في وقت المواجهة لما قعدت مع نفسي. واللي بالمناسبة ده محصلش بمزاجي ساعتها، ده حصل بسبب كورونا والعزل ولما قعدنا من الجامعة. أنا كنت بدرس هندسة في الجامعة الأمريكية، فالدراسة عندنا بتبقى شغالة طول الترم، وبتروح من المحاضرة دي للمحاضرة دي، وبعد كده تحضر لاب 3-4 ساعات، وبعد كده اروح تمرين الكورة، ولو مفيش تمرين فأنا بخرج مع صحابي. كانت دوامة، ما حسيتش بقد ايه كانت مرهقة غير لما قعدت في البيت وحسيت ان العالم كله وقف. فعلا كان فيه سكون غريب، يعني رغم صعوبة الفترة على ناس كتير، بس كان فيه إجماع على ان العالم كله بطل يجري، مبقاش فيه بروجرس مفروض عليك، مبقاش فيه سباق بره شغال وانت قاعد ما بتعملش حاجة. ساعتها فقت لنفسي، بدأت ارتاح لفكرة اني قاعد لوحدي، وحقيقي الفترة دي فرقت معايا جدا. وكانت فترة تعارف على النفس، يعني في أسئلة كتير ممكن تبان تافهة بس أنا فعلا ما كنتش عارف إجابتها. زي مثلا أنا إيه اللي بيبسطني وأنا قاعد لوحدي، لو أنا زعلان بتصرف إزاي، ولو أنا فرحان بعمل إيه. اكتشفت ساعتها إني بحب المزيكا، بدأت أتمرن في البيت زي نص كوكب الأرض تقريبا. بس أنا اتعلمت حاجات في الموضوع ده من ناحية التمارين والأكل والكلام ده كله، وبدأت إلى حد ما أحب القعدة مع نفسي أكتر. عرفت الجانب الروحي شوية من شخصيتي وإيه اللي بيأثر فيا فعلا. فهي كانت فترة جاوبت فيها على أسئلة كتير عن نفسي، ووصلت لحلول وقرارات كتير في مواقف في حياتي ما كنتش عارف لسه أتقبلها وتصالحت معاها. من أهم الحاجات برضو اللي ركزت فيها هي علاقتي باللي حواليا. بدأت أشوف الحلو والوحش اللي في العلاقات دي، بدأت أشوفها بشكل أوضح، اللي هو ده بيعمل معايا حاجة حلوة بقيت بتبسط بيها أكتر، ولو حاجة وحشة ممكن ما كنتش واخد بالي منها فلا أنا مش حابب كده. ففي النهاية أيا كان كل واحد فينا بيواجه مشاكله إزاي، بالمواجهة أو الهروب، فأنت ليك الحق في الاتنين. بس وانت بتهرب حاول تبقى عارف إنك بتهرب، علشان ما تلاقيش نفسك رحت واتزنقت في كورنر ما تعرفش تخرج منه، وساعتها الموضوع هيبقى أصعب. ومن حق نفسك عليك إنك تبقى عارفها برضه، وتبقى عارف تفاصيلك وما تستناش حد تاني يشاورلك عليها. فحلو إنك عارف تبسط نفسك، ما تبقاش دايما معتمد على اللي قدامك إنه يعمل كده. الموضوع صعب، بس برضه خليك عارف إنه مش مستحيل.